اهلا بكل مشاهدين برنامج بدون تردد في حلقه النهارده. وعلى فكره هتكون حلقه خفيفه ولطيفه ويعني وظريفه هتعجبكم، فتابعونا لحد الاخر. بنبدا بس الحلقه وبنتقدم بتعزيه. يتقدم استاذ محمد عامر رئيس البرنامج بخالص العزاء الى السيد المهندس محمد الخطيب رئيس هيئه الاصلاح الزراعي لوفاه والده سيادته. البقاء لله، وربنا يجعلها آخر الأحزان ويصبر كل حبايبها ويرحم الفقيدة، وإن شاء الله هي في مكان أحسن. دايما بنقول إن يعني بجوار ربنا أحسن أكيد. البقاء لله، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان. معانا خبر من الشرقية. قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برفقة الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتفقد القافلة الطبية بمدينة القنايات للإطمئنان على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية وصرفها مجانا. وأوضح دكتور أحمد البيلي أن القوافل الستة شملت تخصصات البطنة والأطفال والنساء والتوليد إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة، هذا بالإضافة لتنظيم ندوات للتثقيف الصحي. وأكد وكيل الوزارة إن فريق العمل بالقوافل الطبية العلاجية تواصل جهودها للوصول إلى المواطنين في جميع المناطق. طبعا بنشكر كل مسؤول كالعادة، دايما الشكر ده بنقدمه لكل مسؤول بيهتم ان هو يتواصل مع الناس ويعني ويقدم لهم الخدمات اللي هم يستحقوها. ويكون كمان يعني احنا دايما نقول لا نكتفي بس بالتخطيط والكلام اللي على الورق، لازم فعلا ان احنا يكون في النزول للشارع، متابعة أول بأول، لأن الخطط مش هتنفذ وهي على الورق، لازم يكون في متابعة من على أرض الواقع. فبنشكر كل مسؤول بيقوم بدوره الحقيقي في إن هو يتابع تنفيذ خطته ويتابع قضاء حوائج الناس. معانا خبر تاني. في ظل توجيهات اللواء مهندس أحمد الصراف رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ، قامت منطقة مياه الحمول برئاسة دكتور محمد مصطفى مدير عام منطقة مياه شرب الحمول بإحلال وتجديد رافعة مياه أبو سكين وتطوير رافعة مياه 86 المنصور، وتم عمل رافعة مياه شرب لقرية الحلمية وتوابعها، وتم إنشاء خط مياه بقرى غرب تيرة وزوبع وعشرة المنصور وحميدة وقرى الجديات للقضاء على مشاكل المياه بها. برضو بنقول شكرا لكل مسؤول بيتابع يعني حاجات الناس وبيقضي حوائجهم. وطبعا المياه مهمة جدا والصرف مهم، وبرضو الصحة مهمة، ما فيش حاجة تخص حياة الناس مش مهمة. فطبعا احنا بنشكر المسؤولين اللي بيقوموا، ده هو واجبهم، بس بالطبع لازم برضو نشكر الناس ان هي بتأدي واجبها علشان نشجعهم ان هم يأدوا المزيد والمزيد. طبعا خلاص الانتخابات مجلس النواب بدأت، المصريين في الخارج انتخبوا، فطبعا كالعادة بنقول لكل الناخبين كن إيجابي، اعرف الناس اللي مرشحين عن دايرتك، لأن دي انتخابات مهمة جدا، مهمة جدا يا جماعة، فوق ما هو اللي هيقرر، يعني هيقرر في حاجات كتير جدا. فصوتك أمانة، ادي لي اللي يستحقه. نبدأ بقى الفقرة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها فقرة خفيفة وجميلة ولطيفة، لأن هي هيكون معانا موهبة غنائية شابة، يعني بصراحة احنا استمتعنا بيها ونتمنى ان انتوا كمان تستمتعوا بيها. أهلا بيكي سندس موسى، أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. موهبة غنائية شابة جميلة. طبعا احنا هنستمتع بيكي وبصوتك الجميل، وبرضه هنسألك شوية أسئلة زي من بدايتها كده، نقول لك ايه، عرفينا نفسك. انا سندس موسى من محافظه الغربيه، طالبه بالصف الثاني ثانوي مدرسه طنطا الثانويه بنات، وعندي 16 سنه. انت بتحبي الغنى طبعا، اكيد. بدأتي من امتى؟ لا، بدات صغيره، يعني كنت في سنه رابعه ابتدائي، اول مره غنيت فيها كانت في اذاعه. طيب عرفتي ازاي صوتك حلو؟ من بابا. يعني نقدر نقول مين اول بقى شخص واقف جنبك؟ انت تقريبا جاوبتي، بس مين اكتر حد وقف جنبك وشجعك؟ بابايا. يعني اول واحد شجعك على الغنى هو والدك. طب نسمع بقى حاجه. تمام، هسمعكم اغنيه قمر. اتفضل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون
سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا. جميل. طب لو طلبنا منك مقطع تاني، يعني اختاري برضو حاجة كده سمعها لنا قبل ما نبدأ أسئلة تانية، احنا عايزين نستمتع بصوتك أكتر. تمام. سامع حضرتك أغنية يا بلادي للفنانة شادية. اتفضلي. يا بلادي يا أحلى البلاد، يا بلادي فداكي أنا والولاد، يا بلادي فداكي، يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر. أصله معداش على مصر، أصله معداش على مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر. جميل. شكرا. احنا يعني محتاجين برضو الأغاني الوطنية في المناسبات اللي احنا فيها دي، يعني انت أكيد. مختارة أغنية لايقة مع كل المناسبات، افتتاح المتحف المصري الكبير والانتخابات. بس انت اخترت شادية، فهنا خليني برضو أسألك، انت بتحبي تغني لمين؟ أنا يعني بحب- واضح كده انك بتحبي تغني لشادية بما انك اخترتيها. طبعا ايه تاني، مين تاني بتحبي تغني له؟ أنا بحب أغني لكل الفنانين القدام خاصة، يعني لأن الفن القديم حاجة جميلة جدا وراقية، وأنا بحب الفن الراقي يعني. وطبعا في الجديد مطربات ومطربين جمال طبعا، بس أنا دايما بميل أكتر للقديم زي شادية وعبد الحليم وأم كلثوم. طيب تعرفي بقى بما انك بتكلمي وتقولي انا بحب القديم، سيد درويش تسمعنا حاجه له؟ طبعا ده بناء على طلب على فكره، بيقول لي خليها تسمعنا حاجه لسيد درويش. طبعا. هي وردة على فل وياسمين، حاجة من التراث، أغنية جميلة جدا. يا وردة على فل وياسمين، الله عليك يا تمر حنة، يا وردة على فل وياسمين، الله عليك يا تمر حنة. قرب هنا تعال عندنا، قرب هنا تعال عندنا، خد وردة يا بيه خدي فل يا غانم، يا وردة على فل وياسمين، الله عليك يا تمر حنة. قرب هنا تعال عندنا، خد وردة يا بيه خدي فل يا غانم. جميل. شكرا. وبرده سمعينا حاجه تانية كده تمام. برضه من اختيارك، كل من سمع اختيارك. لحضرتك حكايتي مع الزمان الفنانة وردة. جميل. كان ده كان اسمه حبيبي، كان ده كان يوم من نصيبي، وكان ضحيت بعمري معاه، مشوار
مشوار اسمه الحياة وكان. جميل، شكرا. بجد جميل ربنا جدا. يخليك. ميرسي. طب انا هسألك، نرجع كده شوية ورا. انت قلتي باباكي هو اللي شجعك وهو اللي اكتشف تقريبا كمان ايوه. لما عرف كده انتوا يعني، هل مثلا بدأتي تاخدي خطوات عملية في يعني بشكل بقى يعني اتعلمتي عند مين بشكل أكاديمي، يعني خلينا نقول اتعلمتي، خدتي كورسات، خدتي تدريبات، عملتي ايه لما عرف؟ بعد ما بابا بقى اكتشف موهبتي بدأ يشترك لي في مسابقات تبع المعهد الأزهري اللي أنا كنت فيه وتبع المدارس. بعدها توجهت للتدريب، اتدربت مع المايسترو محمد حسين. وبعدين توجهت بقى للتدريبات في قصر الثقافة الغربية. يعني خدتي حاجة لصوتك مثلا، خدتي تمارين في الأماكن دي؟ باخد تمارين فوكال. ومين كان بيشجعك غير باباكي؟ مامتي طبعا. وفي ناس كتير جدا جدا، من ضمنهم المايسترو محمد حسين اللي دعم موهبتي ودايما في ظهري، والدكتوره ميادة الحو رئيس قطاع المرأة والطفل بالجمهورية متبنية موهبتي فنيا، والدكتوره عبير مشعل قائد فريق الغربية اللي هو فريق الكورال محافظة الغربية، والمايسترو تامر نصر، وطبعا مس هدى المذبوح مديرة مدرسة طنطا الثانوية بنات مشجعتي الأولى. ليكي أغاني خاصة بك أنت؟ ليا في، يعني في مشروع بنتكلم فيه، في أغنية كده كتبتها، أغنية اسمها ليه. طب سمعينا بقى حتة دي. ليه 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 يا عمري، ليه تسيبني، ليه يا عمري، ليه تسيبني، ليه أيام ما كانت أيامي مع فارس أحلامي، أيام ما كانت أيامي مع فارس أحلامي، كنا نرقص سوا على ألحان الهوى، كنا نرقص سوا على ألحان الهوى، وعالرملة تمشينا وكتبنا أسامينا، والفرحة في عينينا سبقت أي زمان، سبقت أي زمان، سبقت أي زمان. طب حاجة بقى تانية كمان سمينا حاجة تانية. سامع حضرتك أبويا، أغنية أبويا للفنان هاني شاكر. اتفضل. أبويا اللي عليه مسنود، حنان قلبه ملوش حدود، كبرت ولسه من عطفه كأني من ساعة مولود. أبويا ده قصة وحكاية، سنين تعبوا ملا نهاية، وعن طبته حقولك ايه، ده جسر من الوفا ممدود. أبويا وعز من خيره، جناح حوط على طيره، أنا اللي كفاية من غيره، ما كانش هيبقى ليا وجود. جميل. ايه الأحلام اللي انت بتتمنيها وعايزة تحققيها؟ طبعا أنا بحلم إن أنا أكون متفوقة دراسيا، دي أول حاجة طبعا. أتمنى إن أنا أكون في المستقبل يعني معيدة في كلية تربية إنجليزي، لأن أنا بحب الإنجليش جدا. وأتمنى طبعا إن أنا أكون مطربة، يعني الناس كلها تسمعني وتحب أغانيها. انت متعددة الأمنيات. أمنيات في مجال الدراسة وفي مجال الفن. ودي حاجة على فكرة يعني تحترم وتشكر، ان انت بتفكري في كل حاجة. فسمعينا بقى حاجة لعبد الحليم برضو بناء عن طلبات الجمهور. حاضر. سامعة لحضرتك أول مرة تحبي قلبي. سمعنا.
أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى، ياما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى، ياما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة أول مرة، ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع، أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع، أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع. افرح واملا الدنيا أماني، لا لا ولا انت هنعشق تاني. أول مرة أول مرة. جميل. انا عايزه اقول لك ان انت بتغني، ويعني الناس من كتر ما هي متفاعله معاكي في ناس بتردد معاك الاغاني. ده حاجة جميلة طبعا. طيب قولي لنا بقى، مين ساعدك وتحبي توجهي له شكر؟ أنا طبعا أحب أشكر والدي ووالدتي لأنهم دايما في ظهري ودعموا الموهبة من صغري يعني. وعايزة أتوجه طبعا بالشكر الكبير للمايسترو اللي بيدربني، المايسترو محمد حسين، لأنه دايما بيدعمني وفي ظهري. والدكتورة ميادة الحو، رئيس قطاع المرأة والطفل بالجمهورية، متبنية موهبتي فنان، حفيدة الفنان محمد فوزي. والدكتورة عبير مشعل، قائدة فريق الغربية، كورال الغربية، وزارة التربية والتعليم، والمايسترو تامر نصر. والمس هدى طبعا، لان انا دلوقتي سايبه المدرسه وموجوده، وهي طبعا سمحت لي، فانا احب اوجه لها شكر كبير قوي. شكرا مس هدى اللي حضرتك بتدعميني. وعايزه اشكر المخرج يوسف. شكرا لكل اللي ساعدوكي ووقفوا معاكي، وبقى في النهايه كده حاجه من اختيارك برضو. تمام. بتخصصني حبه للفنانه عزيزه. جميل جميل، سمعها. بتخاصمني حبة وتصالحني حبة، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. بتخاصمني حبة وتصالحني حبة، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. اهدى يا حبيبي اهدى، اهدى يا حبيبي، هو الحب لعبة ولا الحب لعبة؟ بتخاصمني حبة وتصالحني حبة. جميل. نتمنى لك ان شاء الله التوفيق، وان انت تكوني من المطربين كده الاوائل، صف اول كده، وتكوني صوت مصر في يوم من الايام. ربنا يخلي حضرتك. شكرا لحضرتك جدا على الاستضافه. استمتعنا باغانيك يا سندس، وبشكرك جدا، وبشكر كل اللي تابعونا وكل اللي ساعدوكي. بس قبل النهايه معانا خبر. في ظل توجيهات اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بمتابعه الخدمات المقدمه للمواطنين والعمل على حل مشاكلهم، وتحت اشراف المهندس السيد حمزه رئيس مركز ومدينه الحمول، قام المهندس إبراهيم دماسية رئيس الوحدة المحلية بالأبعدية بعقد لقاء جماهيري مع أهالي قرية 12 المنصور، تضمن كيفية التقديم لتقنين الأراضي المخالفة وحثهم على عدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، كما تم صيانة كشافات الإنارة بطريق المظلة 36. وقام أيضا بالمرور على وحدة طب الأسرة بقرية 17 منصور ودعم شباب قرية الأبعدية ببعض الكشافات لإنارة مقابر القرية مع المشاركة المجتمعية لشباب القرية. بنشكر المسؤولين وبنشكر الشباب اللي بيشاركوا وبنشكر المجتمع المدني اللي بيشارك في أي حاجة تساعد على تحسين أحوال الناس في المجتمع. بشكرك تاني يا سندس، انت نورتينا. صوت جميل. سندس، يعني انا بصراحه لما سمعتك، يعني في ناس بتكون معتقده ان هي صوتها حلو بس، او ممكن تكون صوتها حلو بس مش بتهتم ان هي تحسنه. لا، انت صوت جميل. اعتقد ان انت اشتغلتي على نفسك، بدليل يعني احنا واحنا بنسمع كده في سلاسه وانت بتغني.
فبصراحة احنا سعداء بيكي. انتي غنيتي الديني كان جميل وكان رائع، وحاجة كده فيها روحانيات عالية. غنيتي الوطني عجبنا وهز فينا مشاعر الوطنية، والعاطفي كان جميل جدا. ففي النهاية أنا بشكرك جدا يا سندس، وبشكر كل اللي تابعونا، وبشكر كل الناس اللي متابعين الحلقات بتاعتنا باستمرار. انتوا اللي بتخلونا ننجح. في النهاية بشكركم جزيلا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج بدون تردد.